اهلا بيكم في اخر حلقتين في الراستيك ستايل. اتكلمنا في حلقات كتيره قوي عن الراستيك ستايل بوجه عام، دخلنا بقى في تفاصيل كتيره قوي فيه واتكلمنا في جزء في الشقه. جايين النهارده نتكلم عن اخر حلقتين بس ضمناهم في حلقه واحده. نتكلم باختصار النهارده عن السجاد وعن الستاير، نعرف ازاي ان الخامه بتاعتهم في بعض الاشكال هي اللي بتعكس لي الطابع ده في الشقه بتاعتي وفي المكان اللي موجوده فيه. الحلقه الجايه باذن الله هنبدا مع بعض في المودرن ستايل. يلا بينا نبدا، وكل صوره هنبدا نتكلم عنها بسرعه لكن انتوا تابعوها اكتر واكتر مع نفسكم. بدانا هنا، بصوا السجاد خشن، كل الصور اللي جايه ورا بعض. اوقات بيبقى جلود، بيبقى فيه شراشيب كده او حاجات موجوده في الاخر، بتبقى خامه كده، اوقات تريكو، كروشيه. المنظر الموجود في الاخر ده زي الشراشيب، الالوان والخيوط الكتيره اللي داخله في بعض. الخامه اللي خليها قريبه من الخوص بس هي بتبقى طريه طبعا، مش خوص السجاد. وزي ما قلت الدواير برضو اللي موجودة حوالين السجادة كده من بره بألوان متداخلة كتيرة من البيجات بدرجاتها. الخامة التخينة الخشنة، او ممكن تبقى ناعمة بس فيها ألوان وأشكال بتوحي بالحاجة العريقة والقديمة، او المتخربشة كده، مش حاجة كأن لون كامل. الستاير بقى برضو نفس الكلام، حاجات خشنة جدا زي ما احنا واخدين بالنا، كله خشن، كله خامة يا اما خشنة يا اما طبيعية، يا اما الخيوط اللي موجودة من فوق دي، الشراشيب برضو اللي موجودة في الستاير. الدرجة بتاعت دي والخامات نفسها خشنة جدا. نفس العلاقة اللي بتتعلق عليها الستارة اوقات بتبقى خشب، اوقات الستاير اللي بتبقى تنزل مش اللي هي بتتجر دي باختصار بتبقى تدي كده كأنها قربت من ماتيريال الخشب. الحبال اللي بتبقى مرفوفة حوالين الستارة بنربط بيها الستارة بالماتيريال بتاعتها. اشكال اللي بتبقى اوقات لون الوان خضراء او الوان توحي بالزرق موجوده في الستاره، واحنا عارفين ان الزرع رقم 1 في الراستيك. يبقى انا بتكلم في كل الصور دي ما بين خامات مختلفه كلها خشنه. متنسوش سبسكرايب. ثانك يو. انا طالبه منكم تاسك بسيط المره دي، جمع لي صوره من كل حاجه، يعني صوره للليفينج روم، صوره للكيتشن، صوره للباث روم، صوره لكل حاجه، وجمعهم لي وحطهم لي في كومنت.